صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتتفرجوا فيه على الفيديو. انا آية ودي قناتي The Conscious Bond. هنتكلم فيها عن علم النفس بشكل عام وعن الوعي الذاتي بشكل خاص. النهاردة في موضوع عفوا موضوع شاغل دماغي كده، كنت حابة ان انا اتكلم فيه. هو موضوع اختلاف المعايير واختلاف القيم بينك وبين الناس اللي حواليك. دايما الموضوع ده بيحصل خاصة لو كمان انت بتتنقل من مكان لمكان تاني، او كنت في مجتمع معين رحت مجتمع تاني، فتبدأ تحس ان انت مختلف، المعايير بتاعتك مختلفة، القيم بتاعتك مختلفة عن الناس اللي حواليك. احيانا ده بيكون له تأثيرات ايجابية، واحيانا بيكون له تأثيرات سلبية. طيب، لو انا انتقلت المجتمع احسن من المجتمع اللي انا كنت فيه، طبعا ده بيأثر عليا بالايجاب. زي مثلا ان انا رحت لناس نظام الحياة بتاعهم احسن، او مهتمين بصحتهم اكتر. مجتمعات زي الغرب مثلا بيكون عندهم بعض الناس، مش كل الناس بس يعني نمط الحياة بيساعدك لو انت مثلا عايز تهتم بصحتك، عايز تعيش حياة افضل، تعيش بكواليتي اعلى. فالحياة هنا ممكن تساعدك على كده، عكس المجتمع عندنا اللي بيكون فيه الشخص اللي حابب ان هو مثلا يحافظ على صحته او يعيش حياة بكواليتي اعلى بيعاني شوية او بيبذل مجهود اكتر شوية. لكن هنا الحياة يعني نوعا ما بتساعدك ان انت تعيش بكواليتي احسن. طيب، بالنسبة للقيم ومثلا المرجعيات بتاعتنا واختلافها مع الناس اللي حوالينا. لو حد شاف فيديو الوعي الذاتي، انا كنت اتكلمت قبل كده في النقطة دي، وقلت لكم كل ما كان الناس اللي حواليك القيم بتاعتهم قريبة من القيم بتاعتك، ده بيكون افضل ليك وافضل لان انت تكون اقرب حاجة من نفسك. بس لما بيكون الناس اللي حواليك القيم بتاعتهم مختلفة عن القيم بتاعتك، ده بيكون صعب شوية، يعني بيكون صعب في التعامل في حاجات بالنسبة لك عادي، بالنسبة لشخص تاني مش عادي. في حاجات بالنسبة لك تمام اقدر ان انا اعملها، بالنسبة لشخص تاني مستحيل ان هو يعملها. حتى ده بيحصل ضمن المجتمع الواحد. فاحنا مثلا عندنا في مجتمعنا طبقات من التدين، وفي كمان طبقات اجتماعية مختلفة. ف بالنسبة مثلا لطبقة اجتماعية عالية او طبقة عايشة في رغد مادي اكتر، فهو بالنسبة له مثلا انه يجيب ازازة مية ب100 جنيه من مكان ما، ده حاجة عادية جدا. لكن طبعا بالنسبة لحد تاني ماشي في الشارع، مستحيل يدفع مبلغ زي ده في ازازة مية. فانا حابة ان احنا دايما نراعي الاختلاف. انت دايما هيكون في اختلاف بينك وبين الناس اللي حواليك. كل ما حاولت ان انت تلاقي حاجات تتفق فيها معاهم اكتر، كل ما هتكون مرتاح اكتر. بس هل معنى ان انا مختلف معاهم ان انا كده لازم امشي؟ لا خالص، انت مش لازم تمشي، بس لازم تراعي الاختلاف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هتأثر مثلا بالحاجات اللي هم هيقولوها عن الاختلاف ده. يعني في احيانا بعض الناس بتبقى شايفة ان الاختلاف اللي عندك ده مثلا مشكلة، فيبدأوا يتكلموا عنها ان هي مشكلة. هي بالنسبة لك مش مشكلة، هي مشكلة بالنسبة لهم هم. فالمهم ان انت ما تتأثرش بالكلام ده. لما تيجي تبص لحد مختلف عنك، يعني او بتبص مثلا لقيمة معينة، خلينا نبص على القيمة نفسها مش على الشخص المختلف عنك. فانا دلوقتي مثلا بالنسبه لي دي قيمه تمام، زي مثلا ان انا بالنسبه لي تمام هشتري ازازه الميه ب100 جنيه. باجي ابص على حد تاني بالنسبه له ده مبلغ كبير، ممكن يكون ده مثلا كل ما يتحصل عليه في اليوم بتاعه. فما بصلوش بقى اللي هو انت ازاي مش هتشتري ازازه الميه اللي ب100 جنيه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني ان انا اشتري ازازه ميه ب100 جنيه؟
فابدأ ابص له من منطلق ان هو ايه الهبل ده، هو ازاي بيتعامل كده؟ لا، انا ببص على القيمة نفسها، هل هو عنده نفس القيمة؟ لا، ما عندوش، فانا مش من حقي ساعتها ان انا احكم عليه او ان انا اقول الحاجة دي مهمة بالنسبة له او مش مهمة، لان انا مش في مكانه، انا ما عنديش نفس قيمه، انا ما عنديش نفس معتقداته. فياريت ان احنا دايما نتعامل مع الناس بالمنطلق ده. لو احنا اتعاملنا بالمنطلق ده هنبطل نصدر احكام بدون فايدة. يعني في ناس كده ماشية تحكم على الناس التانية، مثلا البنت اللي هناك دي بتعمل كذا عشان هي عايزة كذا، الراجل ده اصلا بخيل، الراجل الفلاني يعني عايز يعمل ده علشان مصلحة شخصية. انا مش من حقي احكم على الناس لاني معرفش القيم بتاعتهم عاملة ازاي. ف وما ينفعش ان انا احكم عليهم من خلال القيمة بتاعتي انا، يعني هي قيمتي انا بقيس عليها الحاجات المناسبة ليا انا. فهل الشخص اللي قدامي بيتبنى نفس القيمة؟ انا معرفش، ومعرفش القيمة بتاعته قد ايه، فبالتالي مش من حقي ان انا احكم عليه في الوقت ده. ف انا عارفة ان الحوار ممكن يبقى شوية complicated، بس انا حاولت اوصل الفكرة ان الاختلاف حاجة عادية، ولازم نتعامل معاه ان هو حاجة عادية، ولازم ما نبصش دايما بالنضارة بتاعتنا احنا بس، ممكن ان احنا نبص بنضارة الاخرين. ده هيساعدنا اكتر ان احنا نتقبل ان هم يبقوا مختلفين. بس حتى لو انا مش هبص بنضارتهم محكمش عليهم بالنضارة بتاعتي على الأقل. حتى لو أنا مش هحط نفسي مكانه ومش هفكر زيه ومش هاخد نفس مرتبه ومش هعيش نفس عيشته، على الأقل ما بصلوش بالنضارة بتاعتي. آه، أتمنى الفيديو الصغير أو الفكرة دي تكون يعني أفادت أي حد، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني جديد. مع السلامة.